مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار الكرة نيوز. في خبرنا الرئيسي اليوم كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعروف اختصارا بالكاف عن رفض تام لمحاولات الاتحاد الجزائري لكرة القدم التدخل في تنظيم المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة. وأوضح المصدر أن الجزائر بعد تأهلها إلى النهائيات طالبت بضمانات إضافية تتعلق بسلامة بعثتها، لكن الكاف رفض هذه المطالب بشكل قاطع. وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الإفريقي يؤكد على مبدأ المساواة بين جميع المنتخبات المشاركة، مشددا على أن إدخال السياسة في الشأن الرياضي غير مقبول. كما أكد أن المغرب يتمتع بالسيادة الكاملة في تنظيم البطولة، وأن الكاف يثق في قدرته على تنظيم حدث رياضي رفيع المستوى، خاصة بعد نجاحه في استضافة مناسبات رياضية بارزة. وحذر المصدر من أن أي قرار من الجزائر بالانسحاب من البطولة سيترتب عليه عقوبات صارمة. واستشهد بالتوترات التي وقعت خلال مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية، والتي أضارت بسمعة الكرة الإفريقية. وأكد المصدر أن المغرب قدم جميع الضمانات الضرورية لضمان سلامة المنتخبات المشاركة. وأكد المصدر أن المغرب قدم جميع الضمانات الضرورية لضمان سلامة المنتخبات المشاركة، بما يشمل ترتيبات الإقامة، وسائل النقل، ملاعب التدريب، وتأمين الجماهير. وبهذا نختتم نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في نشرة قادمة مع المزيد من أخبار كرة القدم. دمتم في رعاية الله.